شوكولاته ب 9500 جنيه، ده ازاي؟ لا طبعا اسعارنا مش بتوصل للدرجه دي خالص، وهقول لكم سعر كام حاجه وانتوا احكموا. طبعا مستحيل توصل الارقام دي. الناس فاكره ان اللي في الشوكولاته دي احجار كريمه، ما تعرفش انها عادي مكسرات عادي يعني. فهي هتوضح لكم ان كل اللي طلع ده اشاعات، هي والشوكولاته اخوات. بجد مش عارفه مين اللي قالك الارقام دي. مثلا بار الجينزي اللي هو بيكون مليان كاندي ومارشميلو وكده، اي بار وسط عموما عندنا سعرهم 3500 جنيه. ظهر الحق، 3500 جنيه بار شوكولاته عادي جدا. ممكن الموظف زي كده ياخد المرتب من الخزينه، يجيب بيه بار الشوكولاته، يحط البار تحت باطه كده بدل الجورنال او بدل البطيخه، ويروح للبيت. كل البيت هيبقى في سعاده غامره لمده يوم، بس 29 يوم هيلضموا. ده لو كان محشي حشوه احمد الزامل، عشان دي احنا الوحيدين اللي بنعملها في مصر، دي الوحيده اللي ب 4999. سامعك اللي بتقول ان احنا قربنا من 9500 جنيه. هقول لك هي بررت السبب، ان الحشوه حشوه احمد الزامل. وارد يكون الراجل حاشي ذكرياته، رفاته، اي حاجه من تاريخ حياته، فالحاجات دي بيبقى ليها قيمه، المعنى في الرحله. اي حشوه تانية هتختاروها من العشر حشوات اللي عندنا بنفس السعر، حتى لو البار محشي حشوتين مع بعض برضو بنفس السعر. طبعا بعيد جدا عن ال 9500. بعيد جدا، هي ده بتوك ب5 جنيه نجيبها، ده احنا خلاص قربنا جدا على فكره. لكن البار الكبير اللي وزنه ربع كيلو ده سعره 7950. ده طبعا وزنه، ده البار اللي في الجيم صح؟ يعني هو وزنه كده يعني 7900 كيلو، يعني هو وزنه كده صح؟ فعلا بياخد كمية حشوة كبيرة قوي. وطبعا الشوكولاتة بلجيكي، طبعا الناس اللي جربت عارفة البيستاشيو بتاعنا عامل ازاي. وانا ايه اللي هياكد لي انها بلجيكي؟ يعني حضرتك انت بتديني الشوكولاته بالباسبور بتاعها او بالتاشيره، ما انا هاكل كده كده. التفاصيل دي كلها تفرق معاكم انتوا، بتفرقش معايا انا والله. نفس الكلام حشوة احمد الزامل، سعرها بيكون مختلف شوية، 8950 الربع كيلو، بس هي بجد تستاهل. لو ما جربتوهاش لازم تجربوها، خصوصا طبعا ماليش حجه، لازم اجربها. انت احرجتيني كده مع احمد الزامل، انا مع الراجل من قصه كفاحه من ايام ما كان 4900، ف 8500 مش هبيعه هنا. لو بتحبوا طعم الهوهوز او الجاتو بالشوكليت. طبعا في حاجات ارخص برضو من كده، بارات 40 جرام قد البار بتاع سنيكرز، اي حشوة انتوا عايزينها سعره 1500 بس. والله انا اعرف ناس مرتبهم اخر الشهر بار صغير ده، البار ده هو مرتبهم. يعني الراجل ممكن يروح يطلع 230 يوم، وفي الاخر يروح للموظف بتاع الحسابات يقول له السلام عليكم. وعليكم السلام. المرتب يديله البار ده. هي فعلا اللي ممكن تبقى غالية شوية لان بتاخد تعب كتير قوي وشغل. هي هتاخد طبعا تعب كتير وشغل مننا مش منكم. عندكم قسط او فيزا؟ بتاخدوا فيزا؟